المية 70% من جسمنا، 71% من العالم اللي احنا عايشين فيه. المية أهم حاجة في الحياة. لما بنسافر بنتضايق لما بيبقاش فيه مية في حتت، وفي الحر كوباية مية ساقعة بتنقذنا. حتى لما بنيجي نطلع الفضاء بندور على مية في كواكب تانية. طب ليه المية مهمة قوي كده؟ ليه كل الناس بتقول لازم تشرب 8 كوبايات مية على الأقل في اليوم؟ من الآخر أي حاجة بتحصل في جسمك محتاجة مية. أولاً المية بتنشط الجسم وبتساعد على تقليل الإحساس بالإرهاق. يعني تاني مرة تكون فيها تعبان في نص اليوم اشرب لك كوبايتين مية وشوف هتفوق ازاي. ده لأن المخ معظمه مية، فبيحتاج مية عشان التركيز والفوقان. وبما إننا اتكلمنا عن المخ، لو انت من الناس اللي بتصدع ارجع وشوف بتشرب مية قد ايه. ممكن تبقى واكل ونايم وشارب قهوتك ومع ذلك مصدع. ده ممكن يكون عشان مش شارب مية كفاية. ثانياً بتخسس. المية فيها 0 كالوريز. شفتوا حاجة كده؟ معظم أخصائيين التغذية بيجمعوا على إن شرب المية قبل الأكل بيساعد على الإحساس بالشبع، فبتاكل أقل. ده غير إن معظمنا بيتلخبط بين إحساس العطش والجوع، وفي كتير بيفتكروا إن هم جعانين وهم عطشانين. فتاني مرة تجوع اشرب مية الأول وشوف لو الجوع ده راح. وبخصوص المية قبل الأكل، المية بتساعد على الهضم وبتخلي الدورة الهضمية منتظمة. ده غير إنها بتساعد الكبد والكلى في تأدية وظائفهم في تنظيف الجسم من السموم والشوائب. وكمان بتساعد إن البشرة تبقى ناعمة ونضرة وصافية، وبتساعد في تسليك وتليين المفاصل، وبتساعد الجهاز المناعي في الوقاية من الأمراض. مش قلنا لكم المية داخلة في كل حاجة؟ طيب بس 8 كوبايات كتير مش كده؟ إطلاقاً. أبسولوتلي. أولاً كوبايتين مية على الريق كده أول ما تصحى بيساعدوا على تنظيف الجسم من كل اللي فيه في أول اليوم. في إشاعتين عن حوار المية الصبح ده. الأولانية إنك لازم تشرب مية سخنة على الريق عشان كده أنت بتسيح الدهون. الكلام ده غلط تماماً وبيأذي جسمك. والتانية إنك تشرب مية ساقعة على الريق عشان تعمل شوك لجسمك فيحرق الدهون. مفيش حاجة اسمها كده أصلاً. مية ساقعة على الريق يعني مغص وتقلصات في المعدة. بعد كده اشرب كوباية قبل كل وجبة، ده بيساعد على الهضم زي ما قلنا. كده 5 كوبايات في اليوم. نشرب واحدة كمان قبل ما ننام، و2 في خلال اليوم في أي وقت. ما انت أكيد بتعطش في خلال اليوم ولا إيه؟ حاجة أخيرة، المية المعدنية بتبقى فيها معادن وفيتامينات متوازنة مفيدة للجسم. فتاني مرة تجيب إزازة مية بص على الليبل وشوف عليه إيه. وما تنسوش تشربوا مية كتير. وزي ما بنقول كل مرة، اقرأ واعرف فوائد أكلك، ده شكلك أكلك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتزورونا على شكلكأكلك.com عشان تعرفوا معلومات أكتر عن المية وبقية الحلقات بتاعت شكلك أكلك. الحلقة دي برعاية سوبر ماركت سعودي نستلي بيور لايف.